السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة المسفيوية. اليوم نشارك معكم واحد بريوش محشو بالشوكولات، من احسن البريوش اللي جربت. كيجي قطني، كيجي مهوي من الداخل، عجينته خفيفة وكيجي روعة في المنظر. كنتمنىكم تجربوه. البريوش الرخامي كيجي مفشفش، كنتمنىكم تجربوه وينجح معكم. عندي 500 غرام ديال الطحين، جوج ليف ديال الطحين، عندي كاس كبير ديال الحليب دافي، عندي 2 معالق ديال الكاكاو، عندي 4 المعالق ديال سكر سنيده، 4 المعالق ديال الزيت، ساشي ديال الفاني، ساشي ديال الخميره الفوريه، الخميره الكيماويه، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. في اناء كندير 500 غرام ديال الطحين، كنزيد عليه جميع العناصر: الزيت، سكر سنيده، واحد شويه ديال الملح، يعني راس معلقه ديال الملح، معلقه كبيره خميره فوريه، سكر سنيده، والزيت، خميره كيماويه، ساشي ديال الفاني. كنعجن بالحليب، كنحاول انني يعني نزرب عليها، ما نخليهاش تكور ريال، انني باش ندلكها. مني كنكمل هذا الكاس ديال الحليب كنكمل بالماء دافي، وكنكون العجينه تكون عندي خفيفه كتلصق في اليد. كنزيد الماء بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه تكون كتلصق في اليد. كنحاول ندخل هذاك الطحين ندخلو في العجينه، وكنزيد ديك المعلقه ديال الزبده. هاد المعلقه ديال الزبده كتعطيها واحد الرطوبيه، كتجي البريوش كيجي رطب. بالنسبه للحليب اللي متوفرش الحليب السائل، دير حليب ديال الغبره، الحليب المجفف، تخلطيه مع كاس ديال الماء وتعجني به العجينه ديالك. العجينه كتكون كتلصق ليا بحال هكا. كنغسل يديا، نزول من هذيك العجينه، كنقسمها على نصفين. النصف الاول كنخليه يرتاح، والنصف الثاني كنزيدو 2 المعالق كبار ديال الكاكاو، كاكاو المر. كنحاول ندخل هذا الكاكاو المر في العجينه، وكتقسح لي واحد شويه. كنزيدها واحد شويه ديال الماء حتى كنحصل على عجينه تكون رطبه. الا توفر لكم الكاكاو اللي كيكون لونه غامق من هذا، من الاحسن انا توفر لي غير هذا شويه بني، ماشي بني غامق. صافي كنخلي العجينه بحال هكا كتكون رطبه كتلصق في اليد، ومازال باقا مني عاد تخمر عاد تشرب وعاد تقسح ليا. كندهنهم بالزيت، وكنخلي كل وحده على جنب حتى كتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما خمرت ليا العجينه، كناخذ اول عجينه هي العجينه البيضاء، كندهن يديا بشويه ديال الزيت، سطح العامل بشويه ديال الزيت. كنحاول نخرج منها هذاك الخميره، الهواء اللي فيها، وكنبسطها بشويه ديال الزيت المره الاولى، ومن بعد كندير شويه ديال الطحين. كنبسطها على شكل مستطيل. كنكون دهنه واحد المول دائري، يكون مول عندي دائري ما يكونش كبير بزاف، وكندهنو بالزبده وكنرشو بالطحين وكنخليه على جنب. كناخذ العجينه كنبسطها استعانه بالمدلك والطحين. اللي بيقسم العجينه على جوج، هاد العجينه البيضاء يقسمها على جوج باش تجي سهله في الهزان، ويقسم العجينه الكحله على جوج يمكن ليه، وفي الاخر كيسوديها في المول. من بعد ما بسطت العجينه خليتها على جنب في واحد صينيه. انا ما عنديش بوطاجي، ما عنديش كبير بزاف، درتها في الصينيه. اللي عنده بوطاجي كبير يخليها غير على جنب، يدوز يبسط هذيك العجينه اللي لونها اسود. استعانه دائما بالطحين. العجينه راه خفيفه وراه كتساعدكم انها تمدد لكم بسهوله، هادشي علاش خليتها انا خفيفه. وكنستعن بالطحين باش ما تلصقش ليا فوق سطح العمل. كنقيس على هذيك العجينه الاولى اللي عندي نفس الطول، وكنحطها فوق من العجينه البيضاء على هذا الشكل. من بعد كنلفهم بجوج على المدلك، وكنحطهم فوق من البوطاجي باش نتحكم فيهم مزيان. كنبسطهم بالمدلك مزيان باش نضغط عليهم يلصقوا على بعضياتهم. نحاول ما امكن نبسط الجوانب باش ما يجونيش غلاظ، وكنديرها على شكل مستطيل على هذا الشكل. كناخذ هنا الشوكولات. عندي الشوكولات ديال العلبه ديال الدهن. اللي بغى يدير الشوكولات طويل ديال كرواسه ولا ديال بتي بان يديرو. اي شوكولات يمكن لك ديريه. بالنسبه للشوكولات يمكن لك تزيدي اكثر من هاد الكميه، تعمري هذيك البلاصه اللي ما مقطعاش
تعمريها بالشوكولات باش يجيكي البريوش عامر بالشوكولات. كندير شرائط بالموس على هذا الشكل، وكنبدا نرولي على هذه الطريقه هذه، وكنحاول نضغط في الاخر على العجينه وتلصق مع البوطاجي، تلصق مع سطح العمل باش ما تحلش ليا هذيك اللفه ما تحلش ليا. كندير هاد الخويطات بحال القرينات ديال الموينيكا، كنروليهم وكنحط على هذا الشكل. كيجي شكلهم زوين، وكيجي داك اللوين الابيض مع اللون البني، كيجي عاطي منظر زوين. عجينه رطبه تحاولوا معاها ما امكن، وكنبدا نرولي على هذا الشكل حتى كنكمل. من بعد كنلف العجينه على هذا الشكل هذا. من الوسط كتجي شويه غليظه، نحاولوا ان نجبدوها واحد شويه ملي نبغي نحطوها في المول. كنحاولوا كنجبدوا هذيك البصل اللي كتكون غليظه على هذا الشكل باش تجيني ما تخافوش منها، راه كتجبد عادي، ونبدا ندفعوا بيدينا بحال هكا باش تجبد وتاخذ الحجم ديال المول. كنخلوها حتى كتختمر. من بعد كندوز كندهنها بواحد صفار البيض، شويه ديال الحليب، وواحد شويه ديال الخل او شويه ديال الفاني باش يحيد منها ديك الزفوريه ديال البيض. الفرن على 180 درجه يكون سخون من قبل. انا شعلت غير التحتيني، ما شعلتش الفوقيني. طيبت غير الفران ديال الغاز. بالنسبه للفران ديال الضوء على 180 درجه، غير التحتيني راه كتحمر حتى كتولي حمراء حتى من الفوق، رغم انك حليت شعلتي غير التحتيني. من بعد كندوزو نحمرها واحد شويه من الفوق. بريوش ديالي مني خرجته كندهنو اما بالمربى او بشويه ديال الناباج. كيجي على هذا الشكل، كيجي رطب، كيجي خفيف، ومنظرو كيجي غزال. كنتمنىكم تجربوه. ما تنسونيش دائما من التعاليق الزوينه ديالكم، بارطاجيو الفيديو اللي عجبكم مع الاهل والاصحاب ديالكم والاحباب ديالكم. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي قناه المسفيويه، اشتركي في القناه وخلي لي تعليق زوين، وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تكبر هاد القناه. وشوفوا ليا البريوش من الداخل من بعد ما قطعته كيجي خفيف، كيجي مهوي، وكيجي فيه الشوكولات من الداخل، كيعجب الوليدات. والاهم من ذلك انه ساهل وبسيط، ما فيهش المقادير بزاف، بدون دلك وبدون بيض. كان هذا اخر الفيديو. نتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.